يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. بانيه الشوي بتتبيلة مميزة تخلي طعمه تحفة وجوسي. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وعلشان أحافظ على طراوة قطع البانيه واتخلص من أي ريحة زفارة فيها واخليها جوسي محتفظة بالعصارة اللي فيها، بنقعها ليلة كاملة في محلول نقع الطيور، وهو عبارة عن 3 لتر مية، نص كوباية ملح، نص كوباية سكر، وهضيف لهم بعض المنكهات زي عود قرفة، 4 ورقات لورا، 4 فصوص حبهان، 4 قرنفل، وليمونة. والليمونة بقطعها شرايح وبقلب كويس عشان ادوب السكر والملح في المية. ولو انتي بتجهزي بانيه شوي في البيت فبتقطعي صدور الفراخ حتت تخينة شوية. لو بتشتريها جاهزة من عند الراجل قوليله أنا عايزة بانيه شوي محمل، يعني مش قطع رفيعة، رفيع ده هينشف منك في الشوي. احط كل كمية البانيه في محلول نقع الطيور واغطيه بستريتش واسيبه في التلاجة منقوع من بالليل للصبح. والصبح هصفيه من محلول نقع الطيور وابدأ اني اغسله اكتر من مرة. وبعد ما بغسله كويس جدا بسيبه في مصفى يصفي كل المية اللي فيه. ولاني هتبل بانيه شوي يكفيني الشهر كله، هحتاج كمية كبيرة من التتبيلة. 2 بصلة متوسطة الحجم مع حباية طماطم صغيرة مش كبيرة، 2 فص توم، وعدد 1 حباية فلفل رومي، ونص قرن فلفل حامي. وما تقلقيش، ما بيخليش البانيه سبايسي او مشطشط، هو مجرد بس بيظهر وينطر كل النكهات والتوابل اللي انت هتحطيها. كوباية زبادي صغيرة، نص كوباية عصير بصل كانت موجودة عندي في الفريزر، لو مش متوفرة هتستبدليها بنص كوباية مية عادي جدا، مفيش مشكلة. نص كوباية لبن حليب، أي نوع لبن. وفي شفشق الخلاط هقطع الطماطم وحباية الفلفل الرومي وفصين الثوم ونص قرن الفلفل الحامي، وهقطع البصل وانزل عليهم بكوباية الزبادي الصغيرة ونص كوباية عصير بصل او نص كوباية مية لو ما عندكيش عصير بصل، ونص كوباية اللبن. وتوابلنا عبارة عن نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة مع ذرة قرفة، يعني اقل من ربع معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة بصل بودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة مليانة من بهارات مشاوي الفراخ بتجيبيها من عند العطار، ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ. واضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط واضيف لهم معلقة كبيرة من زيت الطعام، وارجع اضربهم تاني كويس جدا علشان انعم كل المكونات واخليها سايلة. وعلى طرف معلقة صغيرة بدوق التتبيلة اتأكد انها مظبوطة بالملي. وفي طبق صغير هنزل بشوية من التتبيلة، هستخدم حبة حبة عشان ما بوظش التتبيلة كلها مرة واحدة، لان اللي هيفضل من التتبيلة دي هحطه في كيس واحطه في الفريزر، تبقى تتبيلة عندي جاهزة استخدمها وقت ما احتاجها. وعشان انجز برص قطع البانيه في طبق كبير، وبالفرشة بروح مدية في سطح البانيه كله مرة واحدة فرشة من على الوش واقلبها على الوش التاني، واديها كلها برضو فرشة من التتبيلة ورصها في الطبق اللي هشيله في التتبيلة. وهسيب البانيه في التتبيلة يوم كامل، يا إما لو انتي مستعجلة ممكن أقل حاجة ساعتين. ودي التتبيلة اللي فضلت مننا بحطها في كيس نظيف واحتفظ بيها في الفريزر، وقت ما بتحتاجي تتبلي أي حاجة بتكون عندك تتبيلة جاهزة تشتغلي بيها على طول. بمسح الجريل بفرشة زيت واحطه على العين المتوسطة، استنى لحد ما يسخن خالص. بحط قطع البانيه واسيبها دقيقتين تاخد صدمتها عشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها. واول ما تاخد لونها الذهبي الغامق هقلبها على الوش التاني عشان ياخد صدمته. بعد كده بقفل الجريل واوطي النار خالص واسيبها تكمل سواها على نار هادية. جربيها بالطريقة دي هتبهرك النتيجة، لانها جوسي جدا وفيها طراوة، طعمها تحفة، هتعجبك وتعجب ولادك. والف هنا وشفا.